الحكم الايطالي او طاقم تحكيمي ايطالي بحكم الساحه اندريا كولومبو، المساعد الاول دافيدي امبريلي، والمساعد الثاني خالد بحري من اصول تونسيه. تشكيله المنتخب الوطني الجزائري بقياده فلاديمير بيتكوفيتش، قمامة ستيل، اشرف عباده، ريانيت نوري، بالعيد، رامي بن سبعيني، زروقي، تيتراوي، عوار، عموره، محرز. 35 سنه، 111 مباراه، 37 هدف. فريق واتي لاما سيتواجد على الجهة اليسرى باللون الازرق. واخر مباراة لعبناها في ايطاليا كانت يوم 11 نوفمبر 89 امام المنتخب الايطالي، وانتهت بهدف نظيف لمنتخب ايطاليا. كره من هناك لعموره، يبحث عن الدخول والتوغل، وهي كره اصابه داخل منطقه الجزاء، البحث عن التهديد والتسديد. الخطوره ما زالت لرياض، التهديد والكره طالت، راحت، تحولت مباشره الى ضربه مرمى. المشاركه رقم 112 مع الخضر، 37 هدف. في اللقطه من محمد امين عموره، قطعت واسترجعت، هي كره، هي صعبه، هي خطيره، عاد من الإصابة. نعم عاد من الإصابة، فاختاره فلاديمير بيتكوفيتش أساسيا، ففضل أن يسجل أول الأهداف بعد خطأ فادح من كندرسون نافارو. لم يتسامح من غويري عند الدقيقة 19 من غمار وحداثات الودية. أمين غويري يأتي بأول أهداف في هذه المباراة، شوية قوة وشوية حيلة وقطرتان من السحر من أمين غويري، مخاطئة مباغتة تأتي بالأخبار السعيدة للخضر عن طريق أمين غويري. لم يتسامح في المشاركة رقم 19 مع الخضر، يفضل أن يحرك عدد تهديفي ليصل إلى الهدف السابع بألوان المنتخب الوطني الجزائري. تخطئون تدفعون الثمن كاش أمام غويري والرفقاء، 1-0 حتى تتضح المساحات الشاغرة. كرة في الخط الخلفي، ريانيت نوري على الجهة اليسرى، لعبت وصلت لحسام الدين عوار، حسام يلعبها لأمين عمورة، يبحث عن المرور، عمورة من أمام إليان، التوزيع والتغطية والإبعاد، ارتدت وعادت الكرة لريان، عادت لكن في آخر المطاف قطعت من رودري منير. رودري منير يلعبها مباشرة لستيفن، يجدون الصعوبة في إخراج هذه الكرة أمام الضغط العالي المفروض من جانب عناصر الخضر. الكرة ارتدت وعادت من هناك لعوار، التهديد والتسديد، يا سلام، الخطورة ما زالت. يا لا من كرة ويا لا من تسديدة من حسام الدين عوار، ارتدمت على القائم الايسر ونبت على الحارس كندرسون نافارو. شوف الكرة، شوف اللمسة، شوف، يا سلام لو دخلت هذه الكرة لكان احلى كلام، لكان احلى عودة لحسام الدين عوار. لكن في المتابعة من هنالك محمد امين عمورة فوت الفرصة. يا سلام على هذه الكرة، يا سلام على التسديدة، ارتدمت. يمكن أن يأتي الهدف الثاني والثالث، لما لا؟ إنهاء المباراة بعدد كبير من الأهداف. كرة في الخط الخلفي لمصلحة منتخب، قطعت واسترجعت، هذه صعبة، هذه خطيرة، خطأ آخر فادح من كندرسون نافارو. يلعب للاعب رامي بن سبعين، البينية السريعة من هناك حسام عوار، البينية داخل منطقة الجزاء، هذه الأرضية، هذه صعبة، هذه خطيرة من رياض، والدفاع يصد ويرد ويبعد هذه الكرة في كرة وفي محاولة، لكن راحت وعادت للخضر مرة أخرى. رامي الزروقي، أشرف عبادة، رياض محرز، أمين غويري، أمين دخل، أمين يحاول، وتدخل والصافرة وضربة جزاء بعدما أن وقع مارسيلو أرنانديز المحظور وقام بعرقلة غويري. محمد أمين تحت أنظار حكم المباراة، شوف الكرة وشوف اللعبة وشوف الدخول، لم يقم باليد حيلة من اللاعب مارسيلو أرنانديز إلا ارتكاب الخطأ وعرقلة أمين غويري. لم يتسامح في الأولى أمين. رياض محرز، رياض يتقدم، رياض يضرب كرة، جول 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 قبل نهاية
بداية الشوط الأول بربع ساعة. أمين غويري يعرقل داخل منطقة الجزاء من أمام مدافع مارسيلو أرنانديز، والأسطورة رياض محرز يسجل الهدف الثاني ويغتنم الفرصة ويحرك عداد التهديف ليصل إلى الهدف رقم 38 بألوان الخضر. شوف القوة وشوف الدقة وشوف رياض ولمصلحة الخضر. هذه المرة على الجهة اليسرى من مرمى حارس غواتيمالا، ملعوبة داخل منطقة الجزاء من غمار وحداثها الشوط الأول المثالي. السيطرة بالطول والعرض من جانب أشبال فلاديمير بيتكوفيتش. كرة طويلة سريعة خطيرة داخل المنطقة لرياض لمحمد أمين عمورة. هذه كرة للثالث، هذه كرة للثالث، هذه كرة للثالث. يا سلام، قلتها قبل لحظات أن أشرف عبادة لا يريد أن يشارك كأساسي في أول خرجة مع الخضر إلا ترك بصمة بتسجيل لهدف وتسديدة على إيقاعات. سجل يا أشرف بكل قوة بكل دقة في الزاوية 90. غواتيمالا كيندرسون نافارو واليان ياناس ومارسيلو أرنانديز وخوسي بينيتو وخوسي موراليس وستيفن روباليس وخوسي خوسالاس. بدون شك أننا سنشاهد تغييرات في قادم الدقائق في تشكيلة فلاديمير بيتكوفيتش. كرة لرياض يلعبها لريان ايت نوري. ريان ملعوبة داخل منطقة الجزاء. الهدف الرابع لمصلحة الخضر عن طريق حسام عوار بلعبة بكرة من رياض ناحية ريان، وريان التوزيع ناحية عوار. لم يتسامح حسام الدين عوار. شوف الكرة وشوف اللعبة وشوف التوزيع من هنالك من ريان. ما كاش ولاش وضعية تسلل وجها لوجه بين عوار وكيندرسون. يضع الكرة في الشباك ويحرك عداد التهديف ليصل إلى الهدف السادس له مع الخضر في المشاركة رقم 18. يا سلام على بداية هذا الشوط الثاني، يا سلام. سلفادور رويس مدرب منتخب غواتيمالا يبحث عن الحلول في هذه المباراة الصعبة والمعقدة. الأرضية داخل منطقة الجزاء. الهدف الخامس، الخطورة ما زالت لأمين التهديد والتسديد، والكرة مباشرة إلى أول ركنية لمصلحة الخضر. والحكم أعلن عن ضربة عن وضعية تسلل. هذه الكرة الأخيرة والمحاولة من محمد أمين عمورة والثانية من أمين غويري الذي تحصل على ضربة جزاء في غمار وحداثها الشوط الأول من هذه المباراة. ضاعت وعادت من هنالك للخضر لريان. يطلبها تيتراوي، يستلمها تيتراوي، يخرج زين الدين بالعيد، يجي رياض محرز. رياض ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية من هنالك من محمد أمين عمورة. لم يكن متسللا محمد أمين عمورة. تيتراوي مرة أخرى، الطويلة أمامية ناحية رياض محرز. يا سلام على رياض الأرضي، وأمين عمورة كان متأخرا لكن عوار يسترجع. عوار داخل منطقة الجزاء، مرت وعدت هذه الكرة لرياض محرز. رياض تيتراوي راينيت نوري. اللمسة، النظرة، الكرة، البناء، البحث عن الحلول، البحث عن الأرضيات من أمين غويري. امين تغيير اتجاه اللعب لاشرف عباده. اشرف يجي رياض محرز، وصلت واستلمها رياض يفضل العوده لعوار. عوار ورياض، تفاهم كبير بين هذا الثنائي. اللمسات القصيره، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والحارس كيندرسون نافارو كان في المرصاد. تسديده من امين عوار، من امين غويري عفوا. تصدي الرائع من كيندرسون نافارو. هذا أشرف وريانيت نوري، لكن يفضل لعب الكرة الطويلة في الوسط لعمورة. طويلة ناحية عوار أو رياض محرز.
جاء رياض، استلم الكرة رياض، يحاول محرز، يبحث عن الدخول لعوار الأرضية. الخامس للخضر، والخامس عن طريق أمين قويري بعد كرة وبعد لعبة جاءت من منتصف الميدان من محمد أمين عمورة ناحية رياض محرز. شوف الكرة وشوف اللعبة، رياض لم يكن متسلل، استلم الكرة رياض، حاول رياض، افتعلوا من هنالك عوار لم يكن متسللا، ثم الأرضية على مستوى القائم الثاني. ترك كل عناصر منتخب غواتيمالا تتساءل أين هي الكرة؟ هي في الجول. تعلن عن الهدف الخامس لمصلحة الخضر. ماستيل هل سيغادر أم سيواصل؟ دروفال، زين الدين بالعيد، زين الدين ضاعت، حذاري من هذه الكرات، التهديد والتسديد، وأول اختبار لماستيل كان في المرصاد. هذه الكرة الأخيرة والمحاولة الأخيرة والتصدي من ماستيل، غطى الزاوية بالشكل اللائق من أمام اللاعب جونان فانكو. بنبولي يفتك الكرة، بنبولي، هاي كرة إصابة، التهديد والتسديد، والكرة بعيدة كثير مباشرة إلى ضربة مرمى. يقول حكم المؤجل لمصلحة منتخب غواتيمالا. لعبت على الرواق الأيمن، اللمسة، النظرة، حذاري. قطعت واسترجعت ولعبت بشكل سريع للخضر. هاي كرة إصابة للهدف السادس، البحث عن التهديد والتسديد. يا سلام، خميس فارس يفعل ويسجل الهدف السادس للخضر عند الدقيقة 76. لم يتسامح ولم يتهاون، سدد فسجل وحرك شباك كونديرسون نافارو، واعلن عن هدفه الاول بالوان المنتخب الوطني الجزائري. يا سلام على الاستلام، يا سلام على التهديد، ويا سلام على التسجيل. ورقتين بديلتين. هاي الكرة يا الإعادة، بنبولي استرجعها على الاستلام من على مشارف منطقة الجزاء، ثم التحضير والتسديد. ترك كندرسون نافارو يتساءل أين هي الكرة؟ في الشباك. تعلن عن الهدف السادس لمصلحة الخضر لفارس. أوشيش من أمام خوسي بينيتو، تغيير اتجاه الأمام لدروفال، يبحث عن الدخول. دروفال يجي مازا، يلعب له الكرة، يفضل لعب الكرة لأوشيش. يا سلام على التمويه والدخول لدروفال داخل منطقة الجزاء. الخطورة ما زالت، والهدف السابع لمصلحة الخضر عن طريق الوافد الجديد بنبولي، يسجل أول أهدافه بألوان المنتخب الوطني الجزائري، ويبصم على الهدف السابع للأفناك في المباراة الودية أمام منتخب غواتيمالا. يا سلام على الكرة، ويا سلام على المتابعة. شوف الكرة، شوف اللعبة، كان في المتابعة، استلم الكرة واختطف الكرة ووضعها بعد ذلك في الشباك كندرسون نافارو. والهدف السابع لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري عن طريق بنبولي، لم يتسامح ولم يتهاون في هذه الكرة.